قصة اليوم عن الأخت المنفية. في قرية بعيدة تحاط بالجبال الشاهقة، عاش 4 إخوة: سالم، راشد، أدهم، وأمل. كان والدهم شيخا حكيما يحظى باحترام الجميع، وقبل وفاته أوصى أن يقسم الميراث بين أبنائه بالعدل والمساواة. كن الطمع أعمى قلوب الإخوة الذكور، فقرروا حرمان أمل من نصيبها وطردها من بيت العائلة. حاولت أمل إقناع إخوتها بأن لها حقا في الميراث، لكنهم رفضوا قائلين: النساء لا يملكن الأرض، اخرجي ولا تعودي. وقفت مذهولة أمام قسوتهم، لكن لم يكن لها خيار سوى الرحيل. خرجت تحت المطر الغزير، لا تحمل معها سوى كيس صغير من الطعام وبعض الملابس القديمة. كانت تسير وسط الطرقات الموحلة، والدموع تختلط بماء المطر، لكنها كانت عازمة على ألا تستسلم. بعد أيام من السير المتعب، وجدت نفسها داخل غابة كثيفة ومظلمة، حيث لم يكن هناك سوى أصوات الرياح وصدى حفيف الأشجار. فجأة لاحت أمامها شخصية غامضة، رجل عجوز يلبس عباءة سوداء، وملامحه تنطق بالحكمة. اقترب منها قائلا: لماذا تسيرين وحدك في هذا الظلام؟ حكت له قصتها، فأومأ برأسه متأملا، ثم قال: أحيانا يبعدنا القدر عن أماكننا ليأخذنا إلى ما هو أعظم. ثم مد يده إليها وأعطاها مفتاحا ذهبيا لامعا، وقال لها: تابعي سيرك حتى تجدي بابا حجريا في أعماق الغابة، فهو قدرك. واصلت أمل مسيرها حتى وصلت إلى باب حجري ضخم تغطيه نقوش قديمة. وضعت المفتاح في القفل، فانفتح الباب بصوت عميق، وكأنه يبوح بسر دفين منذ قرون. أمامها انكشف كهف مليء بالجواهر والذهب والمخطوطات القديمة، كنز مخبأ من أيام أجدادها لم يعلم إخوتها عنه شيئا. وقفت مذهولة أمام هذا المشهد العظيم، فأدركت أن القدر قد كافأها بعد الظلم الذي تعرضت له. مرت السنون، وأصبحت أمل أغنى امرأة في البلاد، واشتهرت بحكمتها وذكائها، فبنت لنفسها قصرا عظيما يضج بالفخامة والروعة. وذات يوم جاء إخوتها الثلاثة بعدما خسروا كل شيء بسبب طمعهم. تقدموا نحوها، عيونهم مليئة بالندم والخجل، وركعوا أمامها قائلين: سامحينا، لقد كنا أنانيين، وأخطأنا في حقك. نظرت إليهم أمل بحزم، ثم قالت: ما أخذتموه مني بالقوة لم يدم، وما أعطانيه القدر لم تستطع قلوبكم الطامعة أن تراه. لكنها رغم كل شيء غفرت لهم وأعطتهم فرصة جديدة، لكن بشرط واحد: أن تتعلموا العدل، فلا تكرروا ظلمكم مع أحد بعد اليوم. وهكذا انتهت قصة الأخت المنفية، التي حولها القدر من ضحية إلى سيدة عظيمة لا تقهر. العبرة هي أن الظلم لا يدوم، ومن يبنى مجده على القهر سيأتي يوم ويسقط.